فرحة خطوبة لما مروان تحولت للغز حير الكل. فبينما كانت العائلة تحتفل، غياب واحد خطف الأنظار أكثر من الخطوبة نفسها. فاجأت لما مروان الجميع بإعلان خطوبتها وسط أجواء مليئة بالفرح والسعادة. الجمهور انشغل بالبداية بهوية العريس، خاصة أنه بعيد عن عالم الشهرة والسوشيال ميديا. لكن بعد دقائق فقط من انتشار الفيديوهات انتقل التركيز إلى شيء آخر تماما. المتابعين بلشوا يفتشوا في كل لقطة وكل صورة من الحفل، وفجأة لاحظوا غياب شخص كان الكل يتوقع حضوره في الصف الأول، غيث مروان وزوجته سارة الورع، اللي ما كانوا موجودين في أي صورة أو فيديو من المناسبة. وهون انفجرت التحليلات من جديد، خاصة أنه إشاعات الخلاف بين غيث وعائلته بتتكرر منذ فترة طويلة، وكل مرة تعود للواجهة مع أي مناسبة عائلية. لكن أكثر لقطة أشعلت الجدل كانت لما ظهرت والدة غيث وهي عم تبكي خلال الحفل. البعض شاف أنا مجرد دموع عم بتعيش فرحة خطوبة بنتها، أما البعض فكانوا مقتنعين أنه وراها الدموع قصة ثانية. والمثير أكثر أنه لا غيث ولا سارة ولا أي فرد من العائلة خرج ليتحدث عن الموضوع أو يوضح سبب الغياب. فهل كان مجرد غياب بسبب ظروف غامضة، أم أنه الأيام القادمة رح تكشف تفاصيل جديدة ما حدا متوقعها؟